بيكم في أول حلقة من سلسلة كورسات الستايلينج الشاملة. في السلسلة دي هنغطي كل أشكال الأجسام بالتفصيل، بداية من الساعة الرملية مرورا بالمثلث المقلوب والبيضاوي وغيرها. سنتناول الملابس والألوان والإكسسوارات والأحذية المناسبة لكل شكل، مع نصائح عملية تساعدك على إبراز جمالك الطبيعي. تابعونا في الحلقات القادمة علشان تعرفوا ازاي ممكن الستايل انه يكون أداة تعبير عن شخصيتكم. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن أحد الأجسام المميزة اللي بيعتبر من أجمل الأشكال اللي ممكن تظهر فيها المرأة، جسم الساعة الرملية. هنعرف مع بعض ازاي تبرزي جمالك وتختاري الملابس المناسبة ليكي بطريقة تنسجم مع جسمك وتعزز من مظهرك بشكل رائع. هنتناول كل حاجة من الملابس، القصات، الإكسسوارات، الأحذية، وكمان هنعرف ازاي تنسقيها مع الحجاب لو كنت محجبة. ويلا بينا نبدأ. في شكل الجسم ده الأكتاف والوركين بيكونوا تقريبا متساويين، والخصر بيكون محدد، وعشان كده أحلى حاجة تبرز جماله هي اللبس اللي يحدد الخصر ويبرز الانحناءات بشكل أنيق. وعلشان كده هدفنا في اللبس هيكون إبراز الخصر مع الحفاظ على التوازن بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. يعني لو البلوزة فيها فوليوم مثلا، يكون كمان البنطلون أو الجيب فيه فوليوم، مع تجنب إخفاء الملامح الطبيعية للجسم. أول حاجة هنشوف البلوزات والفساتين المناسبة. بنختار قصات ملفتة للخصر زي بلوزات برباط أو يكون فيها كشكشة أو بحزام، قصات على شكل في أو قلب، خامات خفيفة تنزل بنعومة على الجسم، والقمصان تكون بتربط من الخصر أو بندخلها جوه البنطلون. طيب نتجنب ايه؟ البلوزات الواسعة بدون تحديد للخصر، التيشيرتات اللي بتكون رجالي أو قصات مستقيمة، الكشاكش المبالغ فيها عند الصدر أو الكتف بتبالغ في العرض. نتجنب كمان الفساتين المربعة أو المستقيمة والقصات اللي بتخفي الخصر. تاني حاجة هنشوف البناطيل المناسبة. نختار البنطلون يكون هاي ويست، يكون نازل على ستريت أو بوت كات أو فليرد، أو يكون نازل على واسع، والسكيني كمان لو الجسم مش مليان. بناطيل بقصة قلم رصاص مع حزام. بنتجنب البنطلونات الواسعة جدا بدون أي تحديد، أو البناطيل منخفضة الخصر لأنها بتخفي الخصر وبتظهر البطن. تالت حاجة هنشوف الجيبات المناسبة. بنختار الجيب الهاي ويست أو الإيلاين أو الراب اللي هي اللف، أو الجيبات اللي تكون مشدودة من فوق ونازلة على واسع. نتجنب القصات المستقيمة بدون خصر واضح والتنانير المنتفخة من فوق لأنها بتزيد عرض الورك. للمحجبات البلوزات والفساتين بقصة لف اللي هي الراب ممتازة، ونلبسها مع كارديجان أو جاكيت خفيف، والأحزمة على الوسط تحت العبايات أو الكيمونو بتضيف تحديد للوسط. ولفات الطرح يفضل تكون بسيطة ما فيهاش طبقات كتير علشان نحافظ على توازن الجسم. الأحذية المناسبة، الكعب المتوسط أو العالي بيساعد في إبراز شكل الجسم، والأحذية المدببة بتزيد من الطول وتناسق الجسم، والبوتس بارتفاع الركبة مع جيبة بنسل بتكون رائعة. تجنبي الأحذية العريضة جدا أو المربعة لو الجسم قصير. الإكسسوارات المناسبة، أول حاجة عندنا هي الأحزمة، فهي ضرورية جدا لإبراز الوسط خاصة فوق جاكيت أو كيمونو. والجلادات فالقصيرة أو بطول الصدر مناسبة أكتر من الطويلة لأنها بتبالغ في الطول. والأقراط المتوسطة للطويلة بتكون أفضل لأنها بتدي توازن لشكل الوش. أما الحقائب فالمتوسطة بتكون أفضل من الضخمة أو الصغيرة جدا. وبشكل مجمع القصات والتفاصيل المناسبة من كل القطع هي الجيب الراب أو الإيلاين، والهاي ويست، البنطلون يكون برضو هاي ويست أو ستريت أو فلير، البلوزة تكون في نيك لف بحزام بقصة خصر واضحة، الفستان يكون فيت فلير أو راب أو شيتس، الجاكيت يكون محدد الخصر أو بليزر قصير فوق الأرداف أو يكون مفتوح. في الصيف يفضل الخامات تكون خفيفة زي القطن أو اللينين. لو هتلبسي فستان يكون ميدي مع حزام أو جيب إيلاين، وتكون الألوان دايما فاتحة ومبهجة. وفي الشتاء بنلبس جاكيتات قصيرة أو مع حزام، بنطلونات بقماش سميك هاي ويست، أو بوت متوسط الطول مع الجيب. هل جسم الساعة الرملية ممكن يكون فيه بطن أو ديفوهات؟ أكيد طبعا، رغم ان جسم الساعة الرملية معروف بتوازنه، لكن ممكن يكون فيه بروز بسيط في البطن خاصة بعد الولادة أو مع قلة الحركة، أو صدر كبير بيحتاج لدعم صح، أو مؤخرة بارزة جدا ممكن تسبب مشكلة في اختيار الملابس، أو يكون الجسم قصير وده بيخلي الجسم يظهر أعرض من الطبيعي. المهم اننا نعرف جسم الساعة الرملية مش كامل لكن متناسق، وده بيسهل شغلنا كمصممين او ستايلست في تعديل الشكل باللبس بدل ما نخفيه. لو في بروز في البطن نعمل ايه بدون ما نخبي الجسم كله؟ بنختار حلول ذكية زي ان احنا نركز على الخصر مش البطن، نستخدم احزمة ناعمة فوق الخصر مش تحته. البلوزات الراب او الفساتين الامباير لاين بتكون ممتازة. بنختار كمان خامات مش بتلزق
ابعدي تماما عن القماش اللي بيمط او بيلزق على البطن زي الليكرا، واختاري قطن تقيل او كريب ناعم. اختاري قصات درابيه او طبقات ناعمه على البطن. الفساتين او البلوزات اللي فيها تانيات او كسرات على البطن بتغطي البروز بدون تكبير. اختاري قصة البنطلون كمان كويس، زي بنطلون الهاي ويست بيمسك البطن وبيظهر الجسم اطول. لو في مناسبة استخدمي مشد خفيف بدون ضغط قوي لتحديد الخصر فقط مش شد الجسم كله. لو في صدر كبير فالحلول المناسبة بتكون اننا نختار ياقة في او ملفوفة اللي هي الراب لشد الانتباه للأسفل وتخفيف التركيز. البلوزات السادة او برسومات ناعمة جدا من فوق بتكون جميلة. البلوزة المربوطة عند الخصر بدل ما تكون فضفاضة كلها. ومهم اننا نختار اندرويرز مناسبة جدا ومرفوعة كويس لان الدعم الصح بيأثر على الشكل الخارجي للهدوم. لو محجبة فلفة طرح خفيفة وواسعة بعيدة عن الرقبة بتقلل الزحمة حوالين منطقة الصدر. وتجنبي تماما الياقات العالية اللي هي الهاي نيك بتكبر شكل الصدر، والقماش اللامع او مشجر بكثافة من فوق، الكشكشة او الطبقات الكتيرة حوالين منطقة الصدر. المؤخرة البارزة. الحلول المناسبة بتكون اننا نختار بنطلونات بقصة مستقيمة او وايد ليج علشان توازن بين الارداف والسيقان، والالوان الداكنة من تحت بتدي احساس اصغر. بنختار ده كمان الجيوب الخلفية تكون بسيطة او مرتفعة شوية، ونبتعد تماما عن الجيوب الضخمة او المطرزة. بنختار خامات متماسكة مش بتمط جامد علشان ما تبينش تفاصيل زيادة. نختار في الجيبات الجيبة الاي لاين او البليسين الناعمة اللي بتنزل بانسيابية من الوسط بتغطي المؤخرة. تجنبي تماما البنطلونات اللي بتلزق اللي هي زي السكيني او الليجنز بدون طبقة تغطية، والجيوب البارزة او التفاصيل الكتير من ورا. اما في حالة قصر القامة فالحلول المناسبة بتكون اننا نختار ستايل مونوكروم اللي هو بيكون لون واحد من فوق لتحت بيمدد شكل الجسم بصريا وبيدينا احساس بالطول اكتر. بنختار كمان الياقة الفي او اللف لانها بتطول الرقبة وبتدي احساس بالطول. والبنطلونات والفساتين نختارها تكون هاي ويست لانها بتدي طول للجزء السفلي. نختار كمان الكعب المتوسط او الخفي بيدي زيادة للطول بدون تعب. ونحرص دايما اننا نختار الخطوط الطولية البسيطة في اللبس او في تصميم اي قطعة. وتجنبي القطعة اللي بتقسم الجسم نصين بلونين مختلفين، الجيبات او البنطلونات اللو رايز، الاحذية اللي فيها قطع او سيور عند الكاحل بتأثر طول الرجل. هل كل الاجسام زي بعض في التعامل؟ اكيد لا، كل جسم ليه طريقة مختلفة في تعديل الديفوهات الموجودة فيه. فالساعة الرملية مثلا مش زي المستطيل لان المستطيل محتاج خلق شكل، لكن الساعة الرملية محتاج حفظ توازن وتحديد. ونصيحة اخيرة، حتى مع بروز البطن جسم الساعة الرملية بيفضل يحتفظ بتوازنه، فالمهم اننا ما نخبيش المنحنيات كلها لمجرد وجود منطقة واحدة مش متناسقة. حددي الخصر دايما واختاري خامات ما تبينش البطن. كده نكون خلصنا كل ما يتعلق بجسم الساعة الرملية من الملابس المناسبة وغير المناسبة والقصات والأحذية والإكسسوارات. أتمنى يكون الفيديو أفادكم وتكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمناها. لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات اتركولي في التعليقات وانا هكون سعيدة بالرد عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي يا مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي مع الجسم المستطيل.